أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهل. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جامع كل كسير يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالله الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح بها عنا أشكال حتى يفهم وإنك تعلم ولا نعلم وأنت أعلم به. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لا زلنا مع درس المنطق للسلم للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن الكويسي. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة الشيخ رحمه الله وتكلمنا على الحمد لله. تكلمنا على الحمد لغة اصطلاحا وتكلمنا على ألف الحمد. قلنا قد تكون للاستغراق وقد تكون للجنس وقد تكون للعدد. وعلى كل التقديرات الثلاثة فأفراد الحمد ثابتة لله تبارك اختصاصا واستحقاقا. وكل أفراد الحمد ثابتة لله وضع اختصاصا واستحقاقا كما مر في قصة الماضي. ووصلنا عند قول الشيخ قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحج. نعم نأخذ نقرأ البيت كذلك كما فعلنا في الجوهرة. كذلك قبل الدرس نقرأ الأبيات ثم بعد ذلك نتكلم في الدرس، لأن حفظ المتن ضروري مهم. حفظ المتون مهم جدا، لأن أصلا الشيخ نظمه ليحفظ. هذا أصله ماذا؟ السلم أصله ماذا؟ أصله النثر، أصله إساغولي. أن السلم نظم ماذا؟ نظم مع إساغولي، وإساغولي هذا كان نثرا. فجاء الإمام الأخضري رحمه الله ونظمه. لماذا نظمه وأتعب نفسه؟ لكي يحفظ. وهذا يا جماعة فنحن إن شاء الله كما حفظنا الجوهرة نحاول أننا نحفظ متن السلم كذلك، لأن الحفظ نصف المادة. إذا كان عندك حفظت فقد حصلت على نصف المادة، يبقى لك الشرح فقط. هذا كلام فواجب له الوجود والقيد كذا بقاء لا يشرك العدم، وأنه لما ينال مخالف برهان هذا القيد تخالف للغير وحدانية. بكل وزن ذكر لك الصفة النفسية وذكر لك الصفة السلبية، وهكذا. كذلك بعد ذلك سيذكر لك الصفات المعاني، يذكر لك الصفات المعنوية، وبعد ذلك سيذكر لك التعلقات. فأنت إذا حفظت سيكون عندك نصف المعنى. فالعلم والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام. هو ذكر لك تعلق العلم والكلام. وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتها. هو ذكر لك تعلق القدرة والإرادة. حفظ المتن مهم جدا. من حفظ المتون حاز الفنون كما قال العلماء. من حفظ المتون حاز الفنون. كل واحد منا يحاول أنه يحفظ، والذي حفظ يحاول أنه
يراجع كثيرا حتى يرسخ هذا المتن يرسخ في القلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر بأخبار الحجاب. هذا هو الأول. بسم الله وحده يقرأ لنا بصوت عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي قد أخرج أي أظهر وأوجد. نعم، الحمد لله الذي قد أخرج. الحمد لله الذي قد أخرج. ما معنى أخرج؟ يعني أظهر وأوجد. أخرج، أظهر وأوجد. نعم. نتائج جمع نتيجة وهي قضية لازمة لمقدمتين كقولنا العالم حادث، اللازم بقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. نعم، نتائج. النتائج جمع نتيجة، والنتيجة عند أهل المنطق هي قضية لازمة لمقدمة. قضية لازمة لمقدمة. القضية ما هي القضية؟ قول يحتمل الصدق والكذب بذاته، هذا يسمى قضية عند أهل المنطق. القضية هي قول يحتمل الصدق والكذب بذاته. قام زيد، جاء عمرو، العلم نافع. هذا بالنظر إلى ذاته يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. العالم حادث، كل هذا. فهمنا جماعة؟ هذه معنى القضية. القضية هي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، بالنظر لذاته. مفهوم؟ هذه النتيجة عبارة عن قضية لازمة لمقدمته. لازمة لمقدمته. يعني كم عندك ثلاث قضايا. عندك قضية النتيجة اللي هي القضية تكون لازمة لمقدمته، مثل قولنا ماذا؟ العالم حادث. هذه قضية لازمة لمقدمتين قبلها، وهي قولك العالم متغير وكل متغير حادث. ماذا يلزم منه؟ العالم حادث. فهذه النتيجة لازمة لمقدمتين قبلها، والمقدمتين تسميان ماذا؟ القياس. هذه المقدمتين تسميان ماذا؟ القياس. العالم متغير وكل متغير حادث، هذهما مقدمتين تسمى القياس. يلزم عنهما النتيجة، فالنتيجة لازمة لمقدمتين قبلهما وهما القياس. فإن هذا القياس يتركب من مقدمتين، يعني من قضيتين. القضية الأولى تسمى صغرى والثانية تسمى كبرى. من جماعة؟ القضية الصغرى ما هي؟ هي التي يكون موضوعها ولا محمولها؟ هي التي يكون ماذا؟ محمولها ولا موضوعها موضوع النتيجة. مفهوم؟ والقضية الكبرى هي التي يكون محمولها محمول النتيجة. إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث، فالقضية الصغرى اللي هي العالم متغير هذه موضوعها موضوع النتيجة. وكل متغير حادث، هذه حادث، هذا محمولها محمول النتيجة اللي هي العالم حادث. مفهوم كلام؟ هذا سنأخذه إن شاء الله فيما هو آتي. فالآن النتيجة عبارة عن مقدمة
لازمة لمقدمتين قبلها، يلزم، بحيث أنه إذا سلمت المقدمتين يلزم عنهما النتيجة. فهمنا يا جماعة الخير ولا لا؟ إذا سلمت بالمقدمتين، إذا قلت العالم متغير قلت نعم سلمت، وكل متغير حادث قلت سلمت، وقع التسليم بينك وبين الخصم، كلاكما سلم، قال نعم أسلم، فيلزم نتيجة. يلزم ماذا؟ أن تكون فيه نتيجة. فالعالم متغير، هذه قضية مسلمة منك ومن الخصم، وكل متغير حادث قضية مسلمة منك ومن الخصم، يلزم عنهما نتيجة. واضح يا جماعة الخير؟ ستأتي إن شاء الله كذلك في القياس. ستأتي في القياس، في باب القياس. نعم. الفكر إن القياس ماذا قال في القياس؟ إن القياس من قضايا صورت مستلزما بالذات قولا آخر. هذا هو سيأتي إن شاء الله. الفكر يطلق على نتائج جمع نتيجة، صحيح؟ وهي قضية. قلنا القضية هي قول يحتمل الصدق والكذب بذاته، لازمة لمقدمتين قبلها. المقدمتين هذا هما القياس، ويتركبون من مقدمة كبرى ومقدمة صغرى. مفهوم؟ كقولنا العالم حادث، هذا العالم حادث نتيجة لازمة لمقدمتين قبلها، وهما العالم متغير وكل متغير حادث. هذا اسمه ماذا؟ القياس. فهمنا؟ فالنتيجة لازمة لقياس قبلها. الفكر يطلق على المفكر فيه مجازا، وعلى حركة النفس في المعقولات، أي انتقالها من المبادئ إلى المطالب. وعلى النظر الاصطلاحي وعلى النظر الاصطلاحي وعلى النظر اصطلاحي فيعرف واضح الفكر. جماعة؟ نعم. الفكر الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر. ما هو الفكر؟ الفكر يطلق على المفكر فيه مجازا، الشيء الذي تفكر فيه يطلق عليه فكر مجازا، يطلق على المفكر فيه مجازا، ليس حقيقة، مجازا، شيء تفكر فيه، أنت تفكر في شيء يطلق عليه فيه مفهوم مجازا. ويطلق على حركة النفس في المعقولات. نفسك إذا بدأت إذا تحركت في الشيء المعقول هذا يسمى فكر، وقال فلان يفكر. مثلا نفسك بدأت تفكر، واحد نصف سدس 12، واحد نصف سدس 12. نفسك الآن ماذا؟ بدأت تفكر بهذا الشيء المعقول. واحد نصف سدس 12، صحيح هذا؟ بدأ نفسك تفكر، هذا يسمى فكر، حركة النفس في المعقول. فهمنا الكلام؟ ولا بدأت نفسك 20 ضرب 5 تقسيم 2 ضرب 10 ناقص 6 كم يساوي؟ هذا هو نفس حركة في المعقول. حركة نفسك في كل شيء معقول، في الشيء المعقول ليس حسي، ليس حسي، لا معقول، هذا يسمى ماذا؟ فكر. وقال فلان يفكر. فهمنا يا جماعة؟ أي انتقالها من المبادئ إلى المطالب. نفسك عندما تنتقل من المبدأ إلى المطلب، تبدأ تنتقل، مثلا تنتقل من قياس تنتقل إلى نتيجة مثلا.
فهنا يا جماعة هذا معنى حركة نفس المعقولة، أنها تنتقل من المبادئ مثلا من القياس تنتقل إلى المطالب مثلا إلى النتائج. هذا نقول أن فلان يفكر. فهمنا؟ ها؟ فهمنا؟ المبادئ مثل ماذا؟ مثل التصور. مثلا تصور شيء ثم بعد ذلك مثلا تصل إلى نتيجة أو فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا هو انتقالها من المبادئ إلى المظاهر. مثلا تنتقل من ماذا؟ من قياس، تبدأ نفسك تفكر هكذا فتعمل قياس، تعمل مقدمة صغرى، تعمل مقدمة كبرى، هذه هي المبادئ، ثم تصل إلى نتيجة مثلا، هذه يسمى مطلب، النتيجة مطلب. فهمنا؟ هذا الحركة النفس في هذا الشيء المعقول تسمى فكرة. واضح كذا؟ أما نفسك إذا تحركت في المحسوسات، شيء محسوس، نفسك لو تحركت في المحسوسات يسمى تخيل. يسمى تخيل. أما نفسك إذا بدأت تفكر في الشيء المحسوس الذي تستطيع أن محسوس يرى بالحواس، هذا يسمى فلان يتخيل. فلان يتخيل. مفهوم يا جماعة الخير ولا لا؟ ها؟ المحسوسات يعني ما يدرك بالحواس. أما المعقولات ما يدرك بالعقل فقط، لا تستطيع تدركه بحواسك، لا تستطيع تراه بعينك أو تتذوقه بلسانك أو تمسكه بيدك، لا، شيء معقول فقط العقل هو الذي. أما المحسوس لا تستطيع تراه بعيني، تلمسه بيدي. فنفسك إذا تحركت في معقولات قلنا ماذا؟ فكرة. إذا تحركت في التخيلات في المحسوسات فنقول فلان يتخيل، يسمى تخيل. فهمنا هذا الكلام ولا لا؟ واضح؟ مثلا فلان بدأ يقول هذا مثلا، هذا مثال فقط لتقريب المعلومة. بدأ يقول إن شاء الله العام القادم سيكون عندي 4 سيارات و4 عمارات وأتزوج 4 نساء. وهكذا. فماذا نقول؟ فلان ماذا يفعل؟ يتخيل. فلان يتخيل. هذا الشيء المحسوس. لو نفسك تحركت في المحسوسات يسمى تخيل. فهمنا؟ تخيل. زيد. ويطلق على النظر اصطلاحي، على النظر اللي هو الاصطلاح عند اصطلاح من؟ عند اصطلاح المناطق. النظر عندهم ماذا؟ هو ترتيب ماذا؟ أمور معلومة لتصل بها إلى ماذا؟ أمر مجهول. هذا يسمى نظر عند المناطق. وعلى النظر الاصطلاحي كذلك الفكر يطلق على النظر. ما هو النظر؟ ترتيب أمور معلومة لتصل بها إلى أمر مجهول. ترتب في نفسك أمور معلومة تصل بها إلى أمر مجهول. الأمر المعلوم مثل ماذا؟ مثل العالم متغير أراه بعيني. أمر ماذا؟ معلوم ولا ليس معلوم؟ وكل متغير حادث، هذا أمر كذلك معلوم، صحيح ولا لا؟ أصل به إلى أمر مجهول وهو العالم حادث. هذا العالم حادث أمر مجهول، كان مجهول ولا لا؟ مجهول. فالآن أنا رتبت أمور معلومة ووصلت بها إلى أمر مجهول. هذا يسمى النظر الاصطلاحي عند المناطق. النظر عند المناطق. فهمنا يا جماعة الخير؟ ها؟ فالأمر المعلوم هو المقدمتان، والأمر المجهول هو النتيجة التي توصلت إليها. ها؟ نعم. فالآن الفكر يطلق على 3 أشياء: على المفكر فيه مجازا، الشيء الذي تفكر فيه، ويطلق على حركة النفس في المعقولات،
ويطلق على النظر الاصطلاحي عند المناطق، وهو ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى أمر مجهول. فهمنا الآن يا جماعة؟ هذا هو. وعلى النظر الاصطلاحي، ما معنى الاصطلاح يا جماعة؟ الاصطلاح هو لأن كل فن عنده مصطلح. تجد النحويين عندهم مصطلح، المناطق عندهم مصطلح، الأصوليون عندهم مصطلح، صحيح؟ البلاغيون عندهم مصطلح، الصوفية عندهم مصطلح، وهكذا. فما هو الاصطلاح؟ الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص. مثلا يأتي المناطق يجتمعون مثلا ويقولون النظر عندنا هو ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى أمر مجهول. هذا اصطلاح عندنا. فالنظر عند المناطق هو ما اتفقوا عليه. فهمنا يا جماعة؟ هذا. ويأتي كذلك في المناطق يقول الفكر هو حركة النفس في المعقولات. فنقول هذا اصطلاح المناطق مثلا. وهكذا وهكذا كل ما يصطلحوا عليه. فالآن الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص. نعم. واضح يا جماعة؟ واضح كلام هذا؟ نعم هذا. قال تحت هنا بسرعة نقرأ الحاشية لأنها جيدة. قال حركة النفس أي الروح لأنها المدركة، والعقل وسائر الحواس آلات لها. قال المعقولات ما يدرك بالعقل، وأما حركتها فيما يدرك بالحواس فيسمى تخيلا وشرعا. قال قوله الاصطلاحي أي المصطلح عليه عند أهل الفن، عند أهل الفن التصوير. والاصطلاح اتفاق طائفة على أمر بحيث إذا صدر منهم فهم العارف به مرادهم منه البلاغ، كما قلنا اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص. فبمجرد ما تقول لي النظر هو ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمر، مباشرة أقول لك هذا اصطلاح المناطق. مفهوم؟ هذا. فهمنا يا جماعة؟ نعم. اقرأ لنا زيد. فيعرف الفكر على الآخر بأنه على الأخير بأنه ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى أمر مجهول. والأمور المعلومة المقدمتان الصغرى والكبرى، والأمر المجهول هو النتيجة كما تقدم تفصيله. هذا. فهمنا يا جماعة؟ فيعرف على الأخير، يعني على القول الأخير. يقولنا أن ماذا؟ أن الفكر هو ماذا؟ هو النظر اصطلاحا. فكيف نعرفه؟ يقولنا أن الفكر هو النظر اصطلاحا. فكيف نعرفه؟ فيعرف على الأخير، على القول الثالث اللي هو على النظر، على أن الفكر يطلق على النظر. كيف نعرفه؟ نعرف بأنه ترتيب أمور معلومة. أنا أرتب، آتي وأقول هكذا: العالم متغير وكل متغير حادث. أنا رتبت أمور معلومة لأن العالم متغير معلوم بالمشاهدة، وكل متغير حادث هذا لا ينكره أحد. كل شيء متغير حادث. رتبت أمور ولا لم أرتب؟ رتبت أمور. معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. أين وصلت؟ وصلت إلى أمر مجهول اللي هو العالم حادث. هذا العالم حادث كان مجهول. كان مجهول ولا لا؟ كان مجهول، فوصلت إلى أمر مجهول فأصبح الآن معلوم. فهمنا الكلام الآن؟ هذا معنى فيعرف على الأخير بأنه ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى أمر مجهول. قال فالأمور المعلومة المقدمتان الصغرى والكبرى. كما العالم متغير صغرى، وكل متغير حادث كبرى. فهم؟ والأمر المجهول هو النتيجة. النتيجة كان أمر مجهول. أنت قبل أن ترتب هذه المقدمتين كنت تعرف أن العالم حادث؟ لم تكن تعرف. كان أمر مجهول فوصلت إليه.
نعم زين. لأرباب أي أصحاب الحجاب بالقصر أي العقل، وهو نور روحاني به تدرك النفس المعلومات الضرورية والنظرية. هذا لأرباب، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لمن؟ لأرباب، لأصحاب. أرباب جمع رب، والرب يكون بمعنى صاحب. تقول رب البيت معنى صاحب البيت، مفهوم؟ من الأرباب بمعنى أصحاب. الحجة، الحجة هو العقل، الحجة هو العقل بالألف المقصورة، قال بالقصر بالألف المقصورة، بالألف المقصورة أي العقل. والعقل اختلفوا فيه، يعني فيه خلاف كبير في العقل، في تعريفه، هل هو عرض ولا هو جوهر؟ مفهوم كلام؟ واختلفوا أين محله، هل العقل أين محله؟ هل محله الدماغ ولا القلب؟ كذلك اختلف. واضح؟ فالشيخ أتى بماذا؟ أتى بالمشهور عن مالك والشافعي وجمهور العلماء أنه نور روحاني، نور روحاني، نور روحاني، معنى روحاني معنى نسبة إلى الروح، نور روحاني نسبة إلى الروح. أما النور هذا عرض قائم بالروح، هذا النور عرض قائم بالروح. واضح؟ مو كلام؟ فالعقل هذا عبارة عن نور، عبارة عن ماذا؟ نور روحاني نسبة إلى الروح. واضح؟ أين محله؟ محله القلب عند المحقق. والعقل موجود في القلب، ليس موجود في الدماغ، لا موجود في القلب. بدليل قولي ماذا؟ أم لهم قلوب لا يفقهون بها. فمن هذه الآية العلماء استدلوا هذه الآية على أن العقل في القلب، أم لهم قلوب لا يفقهون بها. واضح كده؟ فالعقل موجود في القلب. ما هذا العقل؟ نور، عبارة عن نور موجود في القلب، عبارة عن نور روحاني بالنسبة إلى الروح، نور روحاني. هذا النور موجود في القلب، محله القلب، وله اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ، متصل بالدماغ. هذا العقل متصل بالدماغ. مفهوم كلام؟ هذا هو مذهب مالك والشافعي وجماعة من العلماء. واضح يا جماعة الخير؟ قال به تدرك النفس المعلومات الضرورية. هذا العقل النفس تدرك به معلومات ضرورية، ضرورية مثل ما السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الكل أكبر من الجزء. هذه معلومات ضرورية، هل تحتاج إلى تفكير؟ لا تحتاج، علوم ضرورية. هذه من الذي يدركها؟ العقل. به تدرك النفس، بالعقل تدرك النفس أمور ضرورية اللي هي لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الواحد نصف الاثنين. واضح كده؟ زيد موجود، أنا موجود. إذا قلت أنا موجود هذا يحتاج إلى تفكير؟ لا. فهمنا هذا. والنظرية، العلوم النظرية التي تحتاج إلى نظر، يعني العقل هو الذي يبحث في حاجة النظرية، تحتاج إلى نظر وفكر واستدلال. العقل هو الذي يمشي فيها، صحيح؟ فالآن العقل نور روحاني محله القلب، محله القلب.
به تدرك النفس العلوم الضرورية والمعنى. وقيل أنه متى يقذف هذا العقل في القلب؟ متى؟ قيل عند البلوغ. متى جمع؟ عند البلوغ. قيل ويكتمل عند 40. عند 40 سنة العقل يكتمل 100%. حتى إذا بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقيل يكتمل العقل عند 40. عند 40 سنة يكون عقلك كامل 100%. أما عند البلوغ يبدأ ينمو. عند البلوغ تصبح عاقل. صحيح؟ عند البلوغ تصبح عندك عقل، تصبح عاقل، تفرق بين الخير والشر، بين الضار والنافع، وهكذا. لكن هذا العقل يبدأ ينمو 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 من البلوغ، وهو ينمو ينمو إلى أن يبلغ 40. عند 40 يكتمل، خلاص لا يزيد نمو، خلاص يكتمل. ثم بعد ذلك يصبح ماذا؟ ينزل. أنت تكبر في السن والعقل والعقل ماذا؟ ينقص ينقص ينقص. ففي آخر سنة ممكن تصاب بماذا؟ بالمرض اللي اسمه ماذا؟ ما اسمه المرض هذا؟ نسيت كذا. حتى يصبح الإنسان عقله مثل عقل الطفل، عقله سليم، مفهوم؟ يصبح ينقص. نعم، اسمه نسيت اسم المرض. زيد يا مولانا. نعم. وفي تصدير الكتاب بذكر النتائج والفكر والعقل براءة استقلال. وهي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يشعر بمقصوده، وفي ذلك إشعار بالمنطق الذي يتكلم فيه عن النتائج والفكر أي النظري، وهو من الأمور العقلية. نعم، من العلوم العقلية. قال الشيخ هنا وفي تصدير الكتاب بذكر النتائج، يعني الشيخ صدر، يعني بدأ كتابه بذكر ماذا؟ بذكر ماذا؟ بذكر النتائج، وذكر الفكر، وذكر العقل. فأنت ماذا فهمت؟ بمجرد الشيخ ما ذكر في أول الكتاب ذكر النتائج وذكر الفكر وذكر العقل، مباشرة أنت فهمت الشيخ، فهمت مقصود الشيخ. يريد أن يؤلف في علم المنطق. فهمنا يا جماعة؟ لأن هذه اصطلاحات من؟ اصطلاحات المناطق. هم الذين يعبرون بالنتيجة والفكر والعقل والتصور والتصديق وغير ذلك. فهذه اسمها براءة استدلال. براءة الاستدلال هي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يشعر بمقصوده. أنت تشعر الشيخ يريد أن يؤلف في كذا. مثلا لو قال واحد الحمد لله الذي قد رفع مفهوم؟ رفع السماوات وخفض الأراضين، ثم ماذا فهم؟ في النحو. ذكر ماذا؟ رفع، وذكر النصب، وذكر الخفض والجر. مباشرة أنت قلت الشيخ يريد أن يؤلف في ماذا؟ في علم النحو. فهمنا؟ ولو قال الحمد لله الذي أبدع السماوات وبين المعلومات، فهم ماذا فهمت؟ البلاغة، علم البديع وعلم البيان وهكذا وهكذا وهكذا. هذه تسمى براءة استدلال.
براعة استدلال. مفهوم يا جماعة؟ الشيخ ذكر النتائج وذكر الفكر وذكر العقل إلى غيره، وهو من العلوم العقلية كما قلنا. المنطق هذا من العلوم العقلية ينتسب إلى العقل. فهمنا؟ قال ماذا قال الشيخ؟ قال ففي ذلك إشعار بالمنطق الذي يتكلم فيه على النتائج والفكر. يتكلم فيه على النتائج والفكر. ما معنى الفكر؟ أي النظر. أي النظر، لأن قلنا الفكر يطلق على 3 أشياء: المفكر فيه مجازا، وعلى حركة نفس المعقولات، وعلى النظر. الشيخ قال لك هنا على النتائج والفكر. قلت له ما هو الفكر؟ قال أي النظر. أي النظر. قال وهو من العلوم العقلية. المنطق من العلوم العقلية. فهمنا يا جماعة؟ مفهوم؟ هذا كله في شرح البيت الأول. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، وحط عنهم بسماء العقل كل حجاب بسحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة ورأوا مخدراتها مكشفة. نعم. وحط أي أزال. فهمنا معنى البيت الأول؟ فهمنا؟ الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأصحاب العقول. فهو يحمد الله على أنه أظهر وبين نتائج الأفكار لأصحاب العقول المفكرة. فهو يحمد أن الله أظهر لهم النتائج بعدما فكروا أظهر لهم النتائج. فهو يحمد الله على هذا. مفهوم؟ وحط أي أزال عنهم أي عن أرباب الحجاب. نعم. من سماء العقل بدل من الجر والمجرور قبله، أي أزال الله عن عقلهم الذي هو كالسماء. نعم. فأل في العقل بدل عن الضمير. نعم، بدل عن الضمير. هذا. وحط أي أزال، وحط عنه، يعني الله تبارك وتعالى أزال عن أرباب الحجاب. واضح؟ أزال ماذا؟ أزال عنهم من سماء العقل، يعني أن الله أزال عن عقولهم التي كالسماء، لأن هنا فيه ماذا؟ هنا فيه حذف وتقديم وتأخير. هم كلام؟ وحط عنهم من عقولهم التي كالسماء، هذا معنى الكلام. فهنا ما الذي حدث؟ أصل الكلام وحط عن أرباب الحجاب، حط عن أرباب الحجاب من عقولهم التي كالسماء. أين المشبه وأين المشبه به؟ العقول مشبه، السماء مشبه به. أين أداة التشبيه؟ حذفت أداة التشبيه، صحيح؟ ثم ما الذي حصل؟ قدم المشبه به على المشبه ثم أضيف له. ثم الكلام، لأن أصل الكلام محط عنهم من عقولهم التي كالسماء. فالعقول مشبه والسماء مشبه به، والكاف أداة التشبيه. حذفت أداة التشبيه، وما الذي حصل؟ المشبه به قدم على المشبه ثم أضيف له، فأصبح سماء العقل، لأن السماء مضاف والعقل مضاف إليه. فهمتم يا جماعة؟ يعني أصل الكلام هكذا: سماء كالعقل، العقل كالسماء.
العقل كالسماء. أين المشبه؟ العقل. أين المشبه به؟ السماء. أين أداة التشبيه؟ الكاف. حذفت الكاف من أداة التشبيه وأتي من المشبه به اللي هو ماذا؟ السماء. صحيح؟ مشبه بالسماء قدمت على المشبه فأتي بالمشبه به قدم على المشبه وأضيف له فأصبح سماء العقل. من هذا الكلام سهل واضح؟ لأن الأصل العقل كالسماء فالعقل مشبه السماء مشبه به. كيف أداة التشبيه؟ حذفت أداة التشبيه اللي هي الكاف وأتي بالمشبه به اللي هو السماء قدم على المشبه اللي هو العقل ثم أضيف المشبه به إلى المشبه فأصبح من سماء العقل. هذا الذي حصل. فإن جماعة الخير هذا وحط عنهم من سماء العقل من عقولهم التي كالسماء واضح كل حجاب من سحاب الجنة. فهمتوا يا جماعة ولا مفهوم؟ نعم. اقرأ. وحط أي أزال صحيح عنهم أي عن أرباب الحجاب من سماء العقل بدل من الجار والمجرور قبله يعني من سماء العقل بدل عن عنهم بدل عن عنهم. هم وحط عنهم من سماء العقل. هذا الجار والمجرور اللي هو من سماء العقل بدل من الجار والمجرور قبله. مفهوم؟ أي أزال الله عن عقلهم الذي هو كالسماء كما قلنا عقل كالسماء. فأل في العقل أل في العقل بدل عن الضمير بدل عن الضمير. مفهوم؟ يعني من سماء العقل فأل في العقل بدل عن الضمير كأنه قال عقلهم أي عن عقلهم. مفهوم؟ فأل هذه بدل عن الضمير. واضح يا جماعة ولا لا؟ ها؟ هذا معنى. فيريد الشيخ أن يقول ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى أزال عن عقول أرباب الحجاب أزال عن عقول أرباب الحجاب. ماذا أزال؟ أزال عن عقولهم التي هي كالسماء أزال عنها كل حجاب. مفهوم؟ اقرأ. وشبه العقل بالسماء لأنه هنا بدل عن الضمير عن هم يعني عقلهم. هم أزال الله عن عقلهم الذي هو كالسماء. فأل في العقل أل في العقل كأنه بدل عن الضمير بدل عن هم الضمير في عقلهم. فهمنا؟ كان الشيخ يريد يقول وحط عنهم من سماء عقلهم من سماء عقلهم ثم حذف هذا هم هذا وأتي بأل في العقل في الأول فكأن أل بدل عن ضمير. نعم. وشبه العقل بالسماء لأنه محل لطلوع شموس المعارف المعنوية كما أن السماء محل لظهور شموس الإشراق الحسية. واضح يا جماعة؟ لماذا شبه العقل بالسماء؟ ما وجه الشبه؟ لابد أن يكون بين المشبه والمشبه به ماذا؟ وجه شبه. أين وجه الشبه بين السماء والعقل؟ السماء محل لطلوع ماذا؟ شموس محل طلوع الشمس. أما العقل محل ماذا؟ لطلوع شموس المعارف المعنوية. فالعقل عقل الإنسان محل لطلوع شمس معلومات والمعارف والسماء محل لطلوع ماذا؟ الشمس.
هذا وجه الشبه بينهما، أن كلاهما محل لطلوع الشموس. هذه شموس حسية، شمس حسية، وهذه شموس معنوية اللي هي ماذا؟ معلومات. فمن وجه الشبه هذا وجه الشبه. وتشبيه العقل بالسماء لأنه محل لطلوع شمس المعارف المعنوية اللي هو العقل، محل لطلوع شموس المعارف المعنوية اللي هي المعارف، المعلومات، المعارف. كما أن السماء محل لظهور شموس الإشراق اللي هو محل لطلوع الشمس، لظهور الشمس الحسية التي نراها بالحس. مفهوم يا جماعة؟ هذا نعم. كل حجاب مفكون حتى، أي كل مانع من سحاب الجهل، أي من الجهل الذي نفس الكلام، من الجهل الذي هو كذب. حط عنهم من سماء العقل، ماذا حط عن عقولهم التي هي كالسماء؟ ماذا حط؟ كل حجاب. فكل حجاب مفعول به لحط، حط كل حجاب، كل حجاب مفعول به لحط. مفهوم؟ هذا الذي أزال الله تبارك وتعالى عن عقول أصحاب عن عقول أصحاب العقول، حط عنهم ماذا؟ كل حجاب. كل حجاب يمنعهم عن العلم أزاله الله عنهم. كل حجاب، كل مانع يمنعهم من العلوم وكذا الله أزاله عنهم. فظهرت لهم النتائج. نعم، هذا معنى الكلام. مفعول حط أي مانع. كل حجاب أي كل مانع. مفهوم؟ نعم. من سحاب الجهل، نفس الكلام، من الجهل الذي هو كالسحاب، نفس الشيء. أين المشبه؟ أين المشبه به؟ الجهل مشبه، السحاب مشبه به. حذفت أداة التشبيه وأتي بالمشبه به اللي هو ماذا؟ السحاب، وقدم على المشبه اللي هو الجهل وأضيف إليه أصبح سحاب الجهل. سحاب مضاف، جهل مضاف. فهمنا الكلام هذا؟ هذا الذي حدث كذا. من سحاب الجهل أي من الجهل الذي هو كالسحاب. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو الشيء. قال فالإضافة من إضافة المشبه به إلى المشبه كسابقه. هذا كما قلت، لأن قدم المشبه به على المشبه وأضيف له. هذا من إضافة ماذا؟ المشبه به إلى المشبه. نعم. كسابقه كما قلنا في سماء العقل، كسابقه في سماء العقل. نعم. زين. لأن الجهل يمنع العقل عن إدراك العلوم المعنوية، كما أن السحاب يمنع النظر من إدراك الشموس المحسوسة. هذا هو، هذا وجه الشبه. ما وجه الشبه بين السحاب وبين الجهل؟ كلاهما مانع، كلاهما مانع. لأن الجهل يمنع العقل ماذا؟ من إدراك العلوم المعنوية، والسحاب يمنع الإنسان من النظر إلى ماذا؟ الشمس المحسوسة. إذا كان يوم غائم مغيب غيوم، هذا السحاب يمنعك من ماذا؟ من رؤية الشمس. وإذا كان الجهل، أنت جاهل، هذا الجهل يمنعك من ماذا؟ من إدراك العلوم. فإدراك العلوم هذا شيء معنوي، أما إدراك الشمس فهذا شيء حسي. مفهوم يا جماعة؟ لأن الجهل يمنع العقل من إدراك العلوم المعنوية، كما أن السحاب يمنع النظر من إدراك الشموس المحسوسة. مفهوم؟ هذا هو. وكل من السحاب والجهل وجود. السحاب وجودي ولا لا؟ وجود. والجهل وجودي ولا لا؟ وجود. لأن الجهل هو
كيف نعرف الجهل؟ لو قلت عدم العلم بالشيء يكون عدمي، لكن لو قلت ماذا؟ ها؟ قول يا جماعة. ها؟ الجهل وجودي ولا عدمي؟ السحاب هذا وجودي بدون شك، وجودي ولا لا؟ وجودي السحاب. أما الجهل وجودي ولا عدمي؟ الجهل شيء موجود ولا عدم؟ السحاب شيء موجود نرى بعيننا. الجهل ها؟ لا لا، الجهل شيء موجودي ولا عدمي؟ ها؟ عدمي. الشيخ قال لك هنا وجود. نعم موجود، الجهل هنا موجود. كأنما تقول الجهل هو عدم العلم بالشيء. لو قلت الجهل عدم العلم هذا عدمي، لكن لو قلت الجهل هو علم الشيء على خلاف ما هو به يكون موجود. هذا صح؟ يكون موجود الجهل. لو قلت الجهل عدم العلم بالشيء يكون عدمي، لكن لو قلت الجهل عرفت بأنه معرفة شيء على خلاف ما هو به سيكون وجود. عرفت شيء لكن خلاف فهو جهل، صح؟ لذلك قسمنا الجهل إلى بسيط إلى مركب. مفهوم يا جماعة؟ لذلك الشيخ قال وكل من السحاب والجهل وجودي. نعم. فمن البيت الثاني وحط عنهم من سماء العقل، يعني وحط عن عقولهم التي هي كالسماء كل حجاب، كل مانع من سحاب الجهل، من الجهل الذي هو كالسحاب. مفهوم؟ ثم قال حتى بدا لهم شموس المعرفة رأوا مخدعتها منكشفة. نعم. حتى للانتهاء حتى للانتهاء إلى غاية انتهاء. فهم الانتهاء إلى غاية كذا. أي إلى أن أو الشيخ فسر لنا الانتهاء أي تفسيرية، للانتهاء أي تفسيرية، أي إلى أن بدأ. أي إلى أن بدت ظهرت لهم شموس المعرفة، أي المعرفة التي كالشموس والجمع للتعظيم. واضح يا جماعة؟ حتى الله تبارك وتعالى لما أزال عن عقولهم التي هي كالسماء كل حجاب، ماذا حدث؟ السلام عليكم. كيف الحال يا مولانا؟ الحال. الله يبارك فيك. بيستعمل الماتور بيخلص يقفله ما يسويش غلط. بقاله ساعة شغال، بقاله ساعة. مفتوح من عندكم ولا مش عندكم؟ مش عارف. لا مش شغال. مش عندكم. مش نعم. نعم. ماذا قال؟ حتى للانتهاء، أي لما الله تبارك وتعالى أزال عن عقولهم التي هي كالسماء كل حجاب كل مانع، ماذا حدث؟ بدت لهم شموس المعرفة. بدت لهم ماذا؟ معارف كالشموس، واضحة وضوح الشمس، كالشمس الواضحة. أصبحت المعلومات واضحة وضوح الشمس أمامهم. مفهوم كلام؟ رأوا مخدراتها منكشفة، رأوا الشيء المستتر المختفي رأوه ماذا؟ واضحا
وظاهرا، رأوا مخدراتها منكشفة. مفهوم يا جماعة؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. حتى أي للانتهاء، أي إلى أن بدت معناه ظهرت. مفهوم؟ لهم شموس المعرفة، نفس الكلام. وقع فيما وقع فيما قبله. مفهوم؟ حذفت أداة التشبيه وقدم المشبه به على المشبه وأضيف له، نفس الكلام. قضية الكلام حتى بدت لهم المعرفة التي كالشموس. حتى بدت لهم ماذا؟ المعرفة التي كالشموس، فحذفت كاف التشبيه وقدم المشبه به على المشبه وأضيف له، فأصبح شموس المعرفة. مفهوم؟ والجمع للتعظيم، قال الشيخ بالتعظيم لأن الشمس توجد واحدة فقط. كيف الشيخ يقول شموس؟ الشمس واحدة. فالجمع للتعظيم كما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين. الموازين يوجد ميزان واحد. لماذا قال الموازين للتعظيم؟ كذلك هنا شموس. شموس هي شمس واحد، لكن لماذا؟ للتعظيم، فقط يعظم شأنها فيجمعها. مفهوم؟ نعم. رأوا مخدراتها أي مخدرات شموس المعرفة، أي مسائلها صعبة. مسائل الصعبة شبهت بالعرائس المستترة تحت الخدر. تحت الخدر، هذا واضح يا جماعة؟ الآن حتى بدت لهم شموس المعرفة، حتى بدت لهم المعرفة كالشموس. واضح؟ رأوا مخدراتها منكشفة. المخدرات هذه المقصود بها ماذا؟ المقصود بها زمان كانت العروس البنت إذا جاء الناس لخطبتها ماذا يعملون؟ يعملون لها هكذا ستار، وتجلس وراء الستار هكذا مستحية من خطابها. واضح؟ فالشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن أرباب الحجاب لما الله تبارك وتعالى أزال عن عقولهم التي يكسب كل حجاب فرأوا شموس المعرفة، رأوها حتى رأوا مخدراتها، حتى الأمور والمسائل الصعبة المختفية كاختفاء البنت هذه البكر عند مجيء الخطاب رأوها ماذا؟ رأوها منكشفة. المسائل الصعبة المختفية الدقيقة كاختفاء هذه البنت عند مجيء خطبتها رأوها منكشفة. وراء لأن زمان صعب أنك ترى البنت إذا جاء الخطاب ليخطبوها كانوا يعملون الستار ويخزنونها في الزاوية وهكذا تخزن هكذا وتزدحم. الآن أنت لا تستطيع تراها لأنها ماذا؟ مستحيلة جدا، فلا يستطيع أحد أن يراها، فهي مختفية ولا لا؟ مختفية، لا أحد يستطيع. الشيخ شبه المسائل الصعبة كالبنت هذا المختفي، فظهرت لهم المسائل الصعبة ورأوها منكشفة واضحة. هذه المسائل شبهها بالعروس التي ماذا؟ العروس المستترة تحت الخدر، ليس مثل زماننا اليوم. اليوم لا، اليوم تريد تخطب بنت هي التي تفتح عليك الباب وهي التي تجلس معك في قاعة الاستقبال، وهي التي تحاورك في المهر وفي كل شيء، وأبوها جالس وأمها وساكت ساكت. الأب والأم ساكت هكذا، والبنت هي التي تتكلم عن المهر، تتكلم عن كل شيء مع الرجل هذا الغريب. أصبح الأمر بالمقلوب بالخلاف. ممكن الأب والأم هم الذين يستثيرون في تحت الباب
تحت ستارة. ها؟ زمان كان في حياة، كان في حياة ليس مثل. فقال رأوا مخدراتها، أي مخدرات شموس المعرفة، أي مسائلها الصعبة. شبهت ماذا؟ شبهت بالعرائس، العرائس جمع عروس، كما العروس هي البنت التي تخطب للزواج، المستترة تحت الخدر. الخدر اللي قلنا هو الستار الذي يعملونه لها. قال ستارة تكون في وسط المجلس، تجلس داخلها المرأة المصونة على الرجال. بلغ مفهوم يا جماعة؟ رأوا مخدراتها منكشفة، أي متضحة وضوح الشمس. فالله لما أزال عنهم وحط عنهم عن عقولهم التي كسمت كل حجاب من سحاب الجهل، من جهل كالسحاب، فعند ذلك بدت لهم شموس المعرفة. رأوا مخدراتها مسائلها الصعبة متضحة ومنكشفة. واضح يا جماعة الخير؟ هذا هو. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.